ساعتها وهو طلع من عيله كبيره وهي نفس الكلام، كانت فضيحه يعني من ساعه ما اتقبض عليهم حتى وقتنا هذا، والناس بتمنشن لي في الفيديوهات ديت. ينزل احلى مفتاح دلوقتي وانا اشفت لها 4 رجاله اللي عايز يجي واللي ما يجي. تعالوا انضم على التطبيق رقم 1 في الخليج وشوف بتوت بتخطف الانفاس وتتعرف على بنات الانترنت. حبيبي انت اللي جوه القلب. طبعا الفيديو دوت وفيديوهات كتيره جدا بتجيلي ويمكن اصعب من كده كمان. الواحد لو حله سايبه في البيت. طبعا اغلبنا شاف الفيديوهات ديت من فتره كبيره حبتين وفاكرين كويس قوي قضيه احمد ونهى. الفيديوهات ديت حتى الان بتتبعت لي في الخاص سواء الماسنجر او الانستجرام وبتقولوا لي اتكلم عنها ده موضوع كبير قوي. احب اقول لكم يا جماعه الاشكال ديت احنا خلصانين منها من 2020 تقريبا، وكان قضيه كبيره ساعتها وهو طلع من عيله كبيره وهي نفس الكلام، كانت فضيحه يعني. طب انت بتعرضها تاني ليه يا ريشه؟ للاسف الفيديوهات ديت بيتم اعاده نشرها تاني بدليل ان حضراتكم بتبعتوها لي حتى الان وتقولوا لي اتكلم عنها، وللاسف في صفحات على الفيسبوك واليوتيوب بتعرض الفيديوهات ديت يمكن من ساعه ما اتقبض عليهم حتى وقتنا هذا، والناس بتمنشن لي في الفيديوهات ديت. احب اقول لكم ان دولت احنا خلصانين منهم من 2020 وفي فيديوهات متداوله، يعني الفيديوهات ديت من 2018 ومن 2017 حتى الان في صفحات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب قايمه على الفيديوهات القديمه دي. بس نيجي للجديد بقى وركزوا معايا عشان الكلام اللي جاي مهم جدا، ومش محتاج اقول لكم ان اللي مش هيشوف الفيديو للنهايه ويفهم الغرض منه كويس قوي يطلع من دلوقتي احسن. جالي رساله من فتره، طبعا كنت فاكرها رساله خزعبليه، طبعا انا مش اي رساله بتعامل معاها على انها حاجه مسلمات يعني، فطلبت ادله وحاجات من هذا القبيل. الرساله دي كانت بتقول انا جوزي خلاني اطلع على السرير قدام الناس. ينزل احلى مفتاح دلوقتي وانا اشفت لها 4 رجاله اللي عايز يجي واللي ما يجيش براحته 4. طبعا انا المفروض اقول ان الفيديو للكبار فقط ومش عارف ايه والجو ده، بس قبل ما اقول ده هل من الصح ان اللي مش كبار فقط دول يمسكوا تليفونات؟ يعني مش الابليكيشنز وكل البلاتفورم اللي على السوشيال ميديا بتسال قبل ما تستخدم البرنامج ده لازم يكون سنك اكبر من 18، وفي برامج بتطلب منك انك تكون اكبر من 21 سنه، وان الاصغر من كده لما بيكتب تاريخ اكبر من سنه ده يعتبر تحايل على البرامج دي؟ حطوا تحت الكلمه دي مليون خط. مين المسؤول عن الجيل ده اللي بيشوفوا النوع ده من المحتوى؟ هل العيب على مقدم المحتوى فقط؟ اعتقد تربيتك في البيت مهمه، لان انا لاحظت وشفت ان من 7 سنين بيشيلوا تليفونات سمارت فون يعني او تليفونات بالكاميرا لا مؤاخذه. هتقول لي انا مانع الاعلانات ومانع الرقابه وعامل مش عارف ايه فعل الرقابه الابويه، هقول لك والله العظيم بيوصل لهم ده. جرب تفر كده، فر بعد الفيديو بتاعي دوت، فر كده لفوق هتلاقي ناس منشئين محتوى بيعملوا فيديو والفيديو طبيعي جدا وحد بيتكلم في اي حاجه وتلاقيه بنفسه قال اعلان لبرامج يعتبر قمار، ده خلاف البرامج طبعا يعني. لان مش كل منشئ محتوى سالك زي ما مش كل برضه مشاهد سالك، ولو انت اصلا مش مفعل الرقابه الابويه او مش عامل مانع للاعلانات هتشوف اعلانات زي كده. انا بقدر اغير مزاجك، يلا ادخل على التطبيق وتفرج على اللي بتبع او كده. تعالوا انضم على التطبيق رقم 1 في الخليج وشوف بتوت بتخطف الانفاس وتتعرف على بنات الانترنت. اللهم صل على النبي. والله الصح من وجهه نظري هو ممنوع حمل الموبايل اصلا لحد سن 18 سنه. طبعا انا مش قصدي نمنع الكل من مسك الموبايلات، لا خالص، تقدر لحد 18 سنه تمسك موبايل بس بزراير لا مؤاخذه، لان لحد السن دوت الموبايل المفروض يكون معاك كوسيله اطمئنان عليك او ليك ايا يكن، مش تمسك لي تليفون بسمارت فون او بكاميرا لا مؤاخذه. طبعا انا عارف ان اللي بقوله دوت صعب جدا بس ده الصح. محترم حبيبي انت اللي جوه القلب. طبعا الفيديو دوت وفيديوهات كتيره جدا بتجيلي ويمكن اصعب من كده كمان. تخيلوا الدياثه وصلت بينا لحد فين. طبعا الدياثه معناها عدم الغيره على اهل البيت، فما بالك بقى اللي بيعرضهم عن عمد. مش بس كده، ده بيقبض عليهم كمان. مش محتاج طبعا اقول لكم ان ده ابلكيشن اسمه تانجو، اعلاناته بتظهر على جميع البرامج، وتقريبا ده اللي بسببه اتحبست حنين حسام تقريبا لما روجت ليه فيديوهاتها، لان هو من بره برنامج شات لايف وحاجات كده، لكن هو في الحقيقه شبكه
للاسف ناس كتير طلعت وحاربت المهزله اللي احنا بنشوفها دي. والبرنامج اللي انا ذكرته دوت عباره عن اتجار شبكه كبيره قوي وبتضم كل بلاد العالم تقريبا. هتقولوا لي طب ليه ما يتقفلش والكلام ده؟ هقول لكم صعوبه قفله تكمن في القائمين عليه اصلا، اللي هم مين بقى؟ ملناش دعوة. والله مع احترام الناس اللي بتطلع تنتقد البرنامج ده او يجيبوا فيديوهات من البرنامج ويعرضوها ويقولوا يا هو ليه ما بيتقفلش؟ ازاي المهزله دي موجوده؟ وعيب وحرام وغلط. معلش انا اسف يعني، بس ده اسمه نفاق، يعني مش لاقي معنى مناسب يعني يكون محترم اكتر من كده. وان حضراتكم بتجيب الفيديوهات ديت لجذب المزيد من الحيحانين مش بهدف التوعيه المزعومه دي. ليه بقى بقول كده؟ عشان لو هدفهم النصح والارشاد فعلا وعرضوا الفيديوهات اللي من النوع ده بدون بلور سابوها سداح مداح كده، وانتوا فاهميني كويس انا اقصد ايه. والمفروض ان هم عارفين اغلب القائمين على البرامج ديت يبقوا مين. ما احنا هنفترض ان هم عارفين هم بيعملوا ايه، وعارفين ان البرامج ديت من رابع المستحيلات ان هي تتحذف. ولو مش عارفين ادينا عرفتكم، لان انا في ناس تابت من البرنامج دوت وتواصلوا معايا وقالوا لي مين هم قائمين على البرامج ديت ومين هم المديرين الاقليميين للشرق الاوسط. طبعا الشرق الاوسط دي فيها كل الدول بقى، سواء دول الخليج، مصر، حتى اسرائيل. فزي ما قلت لكم هي شبكه وبتدار. وللاسف هو قصه ان هو مش هيتمسح مش عشان هو ماسك علينا حاجه، هو اصبح ماسك فعلا بسبب الداتا اللي بقت عندهم. لكن هي المشكله ان بيتوافق على البرامج ديت لانها لما بتيجي مثلا انا عايزه انتشر في البلد الفلانيه، فبيكون اتفاق ان ده برنامج لايف في الاول، ما بيتقالش ان ده برنامج. لكن بعد ما بيتوافق عليه للاسف بتظهر الغرض الحقيقي من البرنامج ده. ومش ده بس، في برامج تانية كتير اتوافق عليها واكتشفنا بعد كده ان غرضها كان دنيء. وحاجة أخيرة كده نستفيد منها بقى وناخد بالنا منها كويس أوي، نسبة الإعلانات اللي عيالكم بيتفرجوا عليها دي. تخيلوا بقى إن في إعلانات عن برامج للشات واللايف الألوان. مش محتاج أفسر طبعا، برامج تعارف الألوان. ده الجديد بقى، ده الجديد. جماعة أميتوا الباطل بالسكوت عن عايزين نسكت؟ أدينا سكتنا لحد ما الموضوع بقى هو سكتنا عن الأشكال ديت لحد ما دخلوا 90% من بيوت العرب. كان معكم عمو ريشة اللي مش عاجبه العيشة. السلام عليكم.